المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء وأستهلها بالعناوين. حملة تطعيم واسعة للمواشي في البلاد. حصاد المحصول الزراعي في تسنن. تواصل أعمال توفير مياه الشرب الصالحة في مدينة عصب. إعادة انتخاب كابوري رئيسا لبوركينا فاسو من الدورة الأولى. الجيش الأسترالي يطرد 13 جنديا بعد تقرير عن جرائم حرب في أفغانستان. والحكم على 337 شخصا بالسجن المؤبد في قضية محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا. السلام عليكم ورحمة الله. تقوم وزارة الزراعة بحملة تطعيم واسعة للمواشي في عموم البلاد ضد مختلف الأمراض الحيوانية. وضحت الوزارة إن الحملة تستهدف حوالي 1,500,000 رأس من الماشية. وقال مدير قسم البيطرة في وزارة الزراعة الدكتور يوناس ولدو إن الوزارة تولي التطعيم أهمية كبيرة سنويا لدوره في ضمان صحة المواشي وتكاثرها ورفع إنتاجيتها. وذكر السير الجيد لعملية التطعيم، حيث تم تطعيم حوالي 300,000 رأس من الماعز والأغنام و100,000 رأس من الأبقار، ويمنح اهتمام خاص بالأماكن التي تظهر فيها الأمراض. ودعا المزارعين لتطعيم مواشيهم في أقرب نقطة تطعيم وتعزيز التعاون مع المهنيين الزراعيين. أشاد مسؤول التنمية الاقتصادية في مديرية تسنية السيد إدريس أحمد بجهود المزارعين لحصاد المحصول الزراعي وجمع الحشائش للعلف الحيواني. وقال إن هطول الأمطار في فترة وجيزة رغم غزارتها أثر سلبا على المزروعات، ولم يكن الإنتاج الزراعي حسب التوقعات باستثناء المروية بترعة علي قدر ووسائل الري الأخرى، مؤكدا توفير الحكومة للجرارات في أوانه بأسعار مناسبة. وقال إن عدم القيام المسبق بالاستعدادات الزراعية الجيدة وأنشطة حماية التربة وحفظ المياه، بالإضافة إلى عدم التنويع الزراعي، من أسباب انخفاض الإنتاج الزراعي وفقر التربة، داعيا المزارعين لتنفيذ إرشادات المهنيين الزراعيين. ويشير مكتب التنمية الاقتصادية إلى زراعة مطرية لمساحة تبلغ أكثر من 13,000 هكتار في مديرية تسني هذا العام. أفاد المسؤول المؤقت لخدمات مياه مدينة عصب السيد يرقألم قبر ميكائيل استمرارية الأعمال التي بدأت لتوسيع متطلبات مياه الشرب في المدينة. وأوضح السيد يرقألم باكتمال 80% من الأعمال الجارية في مصدر مياه الشرب الصالحة الرئيسية حرسله وأنابيب المياه بالمدينة، وأدى ذلك إلى إيجاد إشكالية المياه لحل نسبي. وذكر بأن التنسيق الجيد لكافة المؤسسات الحكومية والجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والمواطنين لعب دورا كبيرا في إنجاز العمل، معبرا عن أمنياته الكبيرة لإيجاد حل مستدام لمشكلة المياه في المدينة. قال مسؤول خدمات التبرع بالدم في بنك الدم الوطني السيد محاري أبراهام إن الجهود تبذل لتوفير الدم في المؤسسات الصحية في مديريات كرن وعلى برعد وعتكليزان. وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الإريترية تجميع 483 كيسا من الدم من هذه المديريات. وأشار إلى أن التبرع الطوعي بالدم الذي كان مقتصرا على الطلاب توسع هذه السنة في الإدارات والاتحادات والمؤسسات الأخرى، موضحا زيادة الدم المتبرع به هذه السنة عن السنة السابقة. وأكد المتبرعون بالدم على أهميته لإنقاذ الحياة، منادين لمواصلة أنشطة التبرع الطوعي بالدم. بعد الفاصل سيداتي سادتي أعود لمواصلة الأخبار.
كسب رئيس بوركينا فاسو المنتهي ولايته روس ماركا كريستيان كابوريه الذي يتهم بعدم التحرك بمواجهة التهديد الجهادي في البلاد، كسب رهانه للفوز بولاية ثانية من الدورة الانتخابية الأولى، لكن المعارضة تشكك بصحة هذه النتائج. وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية المستقلة نيوتن أحمد باري الخميس انتخب كابوريه بنسبة تجاوزت 57% من الأصوات مؤقتا رئيسا لبوركينا فاسو من الدورة الأولى، بعدما أعلن نتائج المرشحين 13 للانتخابات. وتعهد الرئيس بعد إعلان فوزه ببذل كل الجهود حتى تمكن عبر الحوار الدائم معا من العمل من أجل تحقيق السلام والنمو في البلاد، على حد تعبيره في كلمة من مقر حزبه حركة الشعب من أجل التقدم في واغادوغو. وتشهد بوركينا فاسو البلد الواقع في الساحل الإفريقي والذي يبلغ عدد سكانه 20 مليون 13 مليون نسمة منذ العام 2015 هجمات جهادية متكررة أدت إلى مقتل 1200 شخص على الأقل ونزوح أكثر من مليون شخص. أعلن الجيش الأسترالي أنه طرد 13 جنديا على إثر تقرير عن ممارسات قاموا بها في أفغانستان يمكن أن تشكل جرائم حرب. وقال قائد الجيش ريك بور إن الإدارة أخطرت الجنود بفصلهم الذي سيتم خلال أسبوعين ما لم ينجحوا في تغيير القرار عبر استئنافه. وكشف تحقيق جرى لسنوات حول سلوك الجيش الأسترالي في أفغانستان أن وحدات النخبة في القوات الخاصة قتلت بشكل غير قانوني 39 مدنيا وسجينا أفغانيا على الأقل، لا سيما في عمليات إعدام تعسفية كانت من شعائر تدريب المجندين الجدد. ودعا التقرير إلى إحالة 19 شخصا على الشرطة الفيدرالية الأسترالية ودفع تعويضات لأسر الضحايا، كما دعا إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات داخل الجيش. وبعد اعتداءات 11 من سبتمبر 2001 أرسلت أستراليا أكثر من 26 ألف جندي إلى أفغانستان للقتال إلى جانب القوات الأمريكية وقوات التحالف ضد طالبان والقاعدة وجماعات إسلامية أخرى. وغادرت القوات الأسترالية المقاتلة أفغانستان في عام 2013. قضت محكمة في أنقرة الخميس بالسجن مدى الحياة على 337 شخصا من بينهم ضباط وطيارون في سلاح الجو التركي في ختام المحاكمة الرئيسية المرتبطة بمحاولة الانقلاب الفاشلة التي استهدفت الرئيس رجب طيب أردوغان في العام 2016. وتمت إدانة هؤلاء الأشخاص بتهمة محاولة الانقلاب على النظام الدستوري ومحاولة اغتيال الرئيس وجرائم قتل متعمدة على ما جاء في ملخص للحكم. إلى ذلك حكم على 60 شخصا بعقوبات بالسجن لمدد مختلفة، فيما برئ 75 في ختام هذه المحاكمة التي شملت نحو 500 منهم. ومن الأشخاص المحكوم عليهم طيارون قصفوا مواقع عدة لها رمزية في العاصمة أنقرة مثل البرلمان، وضباط ومدنيون قادوا محاولة انقلاب من قاعدة أكنجليل في 15 و16 من يوليو 2016. فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 60 مليونا ونصف مليون يورو على شركتي الأدوية تيفا الأسترالية وسيفالون الأمريكية التابعة لها لاتفاقهما حول تأخير تسويق نسخة بديلة عن دواء خاص باضطرابات النوم. ووفقا للمفوضية فإن سيفالون حثت تيفا على عدم دخول السوق بنسخة أرخص من مودافينيل، وذلك في مقابل مجموعة اتفاقات تجارية فرعية أسفرت عن مكاسب لتيفا ومدفوعات نقدية. وتواجه تيفا غرامة تبلغ 30 مليون يورو وسيفالون 30.5 مليون يورو على خلفية هذا الخرق الذي استمر بين عامي 2005 و2011. ولفتت المفوضية في بيان إلى أن ذلك تسبب بقدر كبير من الضرر للمرضى ولأنظمة الرعاية الصحية في الاتحاد الأوروبي من خلال الإبقاء على الأسعار المرتفعة لمودافينيل. ويعد هذا الدواء أكثر منتجات سيفالون مبيعا، ولسنوات شكلت مبيعاته أكثر من 40% من إيرادات الشركة عالميا.
انتهى سيداتي سادتي نشرة أخبار المساء قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإرثية. شكرا لمتابعتكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.